السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن مشوار كده رحناه في سوق الجمعة، ورحنا سباق حورس، ورحنا شفنا كائنات عجيبة وغريبة وتوالف ما بين الإنسان والطير. حاجة غير طبيعية. النهاردة هنعرف أسعار السمك من التجار ذات نفسهم، زائد باقي الفلوج بتاعنا. هنروحوا مدينة برج العرب، هنخشوا في نص الصحراء، هنفضلوا ماشيين بتاع ساعتين عشان خاطر نوصل السباق. لسه ما جبناش عربية، واحدة واحدة هنجيب العربية، فللأسف المشوار ده من غير العربية صعب جدا. عند فرشة عبد الوحيد السمكية هنا بكام؟ 50 جنيه الوجبة. والبوبي الكوبي ده جوز 30، والجرومي جوز 15. الجلدية دي جوز 20. هنا الكوية دي عاملة جوز 20 برضه. والجولد الجولد هنا الجوز عامل 25. واللاين هنا اللاين 100 و200. والروزي الروز عاملة 5 جنيه. والابل 5 جنيه. والانجل. الانجل الجوز 40 جنيه ده انجل زبرة. انجل زبرة. طيب وهنا الكوبي ده البوبي عامل جوز 80. هنا الحتة 5 جنيه. والزبرة 3 و10. والبوبي جوز 20. جوز 15. او موني جوز 15 ده او ده. والجولدات ده الجوز 30. دي حتة ما شاء الله تفيد يعني. ان شاء الله. نخش على فرشة عم مراد. عامل عم مراد كام الزبرة دي؟ زبرة 10 ب 40 جنيه. حلو. ويعني حتة ب4 جنيه كده. انت بقى كله الوان. طيب والجولدات دي؟ في ذكر اهو معلم، شايفين النقط؟ حتة 20. حجم ده بكام؟ ده كده جوز 50. وهنا ده حته 75 حتى ب 10. وهنا ده جوز 80. يبقى كده كام؟ كده 5 جوز. بكام الكاتفش؟ حته ب5. والافريقي ده بكام؟ ب40. طيب التترا والزبرة بكام؟ التترا ب50 والزبرة الحته ب5. حتة ب5. الكوي الحته ب10. والفايترات دي 100. المولي بكام؟ 4 ب10. والجولدات الكبيره ب50 واللاين الحته ب50. قولي لنا هنا المولي بكام والروزي بكام؟ الجوبي الحته ب5، الروزي 3 ب10، المولي بالون الاثنين ب15. اوسكارات بكام؟ 150 الحته. وال ثم سالبينو، الثم سالبينو 15 والعاده الاثنين ب15. وهنا بكام؟ الجلدات الحته ب10. كوي ده بكام؟ 75 الحته. طيب وال بنجاسوس الحته ب20. الجرامي الحته ب10. ممكن 25 الحته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت متاكد ما تاكلهمش اكل بكره النهارده؟ معاكم معاذ. عندنا اتغدى سمك. عندنا خيار زي كده 30. عندنا أكياس دي 30. عندنا برضه ده 30 جنيه. 30. نشتري ده 30. عندنا حاجات كده عاملة 20. عندنا حاجات كده عاملة 50. 50. عندنا جوبي 35 واحدة ب100. عندنا حاجات عندنا جولد وكوي. عندنا كوي في 30 واحدة ب100 و33 واحدة ب100. وعندنا جولد عامل 100 برضو، في 18 واحدة، وده في 10 ب100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده عمر، ملك من ملوك السوق في بيع الحيوانات الغريبة والبرية. وهنا عمر عادي جدا طلبت معاه ان هو لازم يصدعنا بصوته الجميل. روح سكران، امي تبكي وابويا حيران، وانا مش شاغل دماغي، العجله بدات تدور. بصوا احنا فين؟ اقسم بالله حرام، احنا ماشيين من عند الحتة دي كده.
المخزن يا ابني صوتك وحش. هو كتر خيرهم العربوية بيطلعوا كل فترة بياخدوا الناس من بره، بس احنا للأسف ما حالفناش الحظ، فضلنا ماشيين سكة ساعتين ساعتين ونص. وهنا الطير بنشيل الغطا الرأس أو البرقع بتاعه، بنشوف ردة فعله وحدة دهائه وذكائه. وعلى الجنب التاني ممكن الصوت ما يكونش واضح قوي، في حد بيعمل له دعوة. الدعوة ديت عبارة عن صرخات وعبارة عن أصوات على حسب صاحب الطير ما هو معوده. في ناس بتعود الطير بتاعها بالصفارة، وهنا المشهد دوت وصاحب الطير بيعمل له دعوة. هو على الأغلب صاحب الطير هو اللي بيعمل له دعوة، لأن هو عارف صوته أو الطير بيكون حافظ صوته أو النبرة اللي بيعمل فيها الصرخات ديت. احنا موجودين هنا في برج العرب، والسباق دوت اسمه سباق حورس. السباق دوت بيحصل مرة واحدة في السنة. وهنا اصحابنا نصبوا الخيمة وكنا قاعدين، كانوا بينادوا على الصلاة، صلينا صلاة الجمعة وصلينا العصر، مشينا قبل المغرب. عشان تعرفوا اليوم ده كان تعب جدا جدا جدا، لان انا نزلت صورت لكم السوق وفتحت كمان في السوق، وبعدين طلعت بشكل مباشر على السباق. اظن ان انت لو معايا لغايه دلوقتي في الفيديو، عيب قوي ان انت ما تكونش عملت لايك، وعيب قوي لو انت مش مشترك تشترك. ويا ريت يا اخواتي كل الناس اللي مشتركه تشيل الاشتراك وترجعه تاني وتفعل زر الجرس، لان في ناس كتير جدا من صحابي اللي بيتابعوني بيقولوا لي ان الفيديوهات بتاعتي او اشعارات الفيديوهات بتاعتي مش بتظهر لهم خالص. والله السلام عليكم يا شباب.